اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وجالكم النهارده فيديو ظريف ولطيف كده ودمه خفيف. معانا بصلايه مبشوره، ومعانا دلوقتي طماطمايه، ومعانا لوري وحبهان، ومعانا كمان بشره بشرة برتقانايه مع الفلفل الاسمر كده، ومعانا البط مغسول ومنقوع وزي الفل. هنمسك العصير البرتقان مع المرتة بتاعتنا كده، ونروح ماسكين البط نشربه من العصير البرتقان من بره ومن جوه، وحاجة كده تحفة خالص يا جماعة. ومعانا دلوقتي حبة رز مغسولين ومنقوعين، نزلنا عليهم برضو ببصلاية كده مبشورة كده، ونروح حاطين كمان عليهم عصير البرتقانية التانية النص التاني، ونروح جايبين معلقة فلفل أسمر. وطبعا كلنا عارفين ان بط بالبرتقال يعني جميل لذيذ كده. وحطينا كمان معلقة سمنة بلدي، ونروح حاطين بشرة جوز الطيب مع معلقة سبع بهار مع معلقة قرفة، ونمسك المكونات دي كلها نروح مقلبينها كده مع الرز بتاعنا. الشكل بصوا يا جماعة، اقول لك بقى شكل الرز بتاعنا مع البط كده حاجه مبهره خالص. نروح ماسكين البط بتاعنا حاشينه كده طبعا من جوه ومن بره ومن تحت الجلد ونخليه ايه بقى حاجه جميله كده. خلصنا كده البطتين الحشو بتاعهم بالطريقه الجميله ديت اهو. خلاص كده حطيناهم بالشكل القمر دوت يا جماعه. دول حبه رز فاضوا حطيناهم في كيسه كده، وبعد ما البط بيبدا يخش في السوا بنروح حاطين الكيسه دي. دلوقتي حطينا الرز، حطينا البط في قلب الشرب المية بتاعته. رحنا جايين حاطين دلوقتي البصلاية والطماطماية مع برضو عصرة الليمون، دول اللي كانوا فايضين من المرتة اللي احنا عملناها عشان ندعك بيها البتاع. معايا دلوقتي نص كيلو من اللحمة كده، انا مش عارفة ايه اللي حصل، نص كيلو من اللحمة ورحنا حاطينه كده في الجريل. ومفرمة دلوقتي بصلايه مع طماطمايه مع قرن فلفل، ورحنا حطيناها كده مع البهارات بتاعتي الجميله اللي انت تحبي تحطيها. انا حطيت فلفل اسمر ولوري وحبهان، وحطيت ايه معلقه من السبع بهار ومعلقه من الكزبره الناشفه. شوفوا يا جماعه، بوريكم بقى اللي احنا في رمضان لابسه لكم هلال ونجمه وكده يعني، مدلعين لكم العمل كده. ونروحنا جايبين اللحمه المعصجه بتاعتي، حطيت عليها كده حبه من الزيتون المخلي، وحطيت عليها كمان حبه من الجبن، ونروحنا ماسكينها كده مقلبينها في بعض. ونمسك ورقه ورقه من الجلاش بتاعي. طبعا ام انس دلوقتي قالت لي لا سيبيه بقى، وانا ايه اعمل لك الصينيه ديت تحشيها يعني. قلت لها يلا اعتمدي على الله. فهي دلوقتي قامت بالدور دوت، وهي هتعمل لنا ايه الصينيتين بتوع الجلاش. بص لو وصلتي معايا لغايه هنا يا ريت تحطي لي احلى لايك وسبسكرايب كده، وهي وتقولي بقى لي ايه هتلف رايك الجلاش بتاعنا في كده الفيديو ونعمل بتاعنا احلى النهارده كده، وتقولي صينيتين لي في جلاش الكومنت النهارده. بتاعك ايه رايك في بص تقدري الفيديو تعمليهم في بتاعنا واول حياتك، عزومه الجبنه رمضان. لو عندك والزيتون افكار حلوه كده يا ريت بيدوا طعم تقولها لنا، حلو قوي مع اللحمه. عشان طبعا 30 بصراحه يوم عايزين بيخلوها كل طعمها يوم جميل سفره جدا جدا كده، جدا. وكل يوم لفينا اكل حلو الجلاش كده بالطريقه الجميله ديت واجيب من صينيه سفره ونروح الامل. حاطينه اهو. دلوقتي الصينيه كانت الصينيه مدهونه بتاعتنا كده رحنا بالسمنه كده، حاطينها، ورحنا حاطينه كده في قلب الصينيه. كنا ونروح دهنينها جاي زبده من كمان تحت او عاملين سمنه او الماده الدهنيه اللي انت بتشتغلي بيها. ونروح ماسكين برضو ورقه ورقه نروح حاطين اهوت يا كده عليها جماعه. دهنه دلوقتي بقى الزبده ايه، ودهنه عايزه السمنه، اقول ونروح جايين لكم لو حاطين وصلتوا برضو لغايه هنا معايا اللحمه يا ريت بتاعتنا تحطوا لي بالشكل احلى الجميل لايك ده وكومنت كده اهو من يا عندكم، جماعه. تقولوا لي ايه بصوا اليوم رايكم اللي في الشهر يعدي الكريم عليكي دوت. في ويا رمضان رب او اللي في اي تحط لي يوم لايك تاني النهارده على الفيديو بخير الجميل والله دوت. وبهنا وسعاده. اهم حاجه تزور تكوني سيدنا ملمومه حوالين محمد عليه السفره افضل كده مع الصلاه والسلام. عيالك. انت وعيالك وجوزك كده اليوم اللي بيعدي عليكم بالدنيا وما فيها والله. انا دلوقتي خلصت كده الصينيتين، ورحنا حاطين دلوقتي كوبايه لبن اهو، ورحت نازله ببضايه، وحطيت كمان معلقه سمنه بلدي كده، ورحت جايه حاطه معلقه فلفل اسمر، ونروح مقلبين المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل الجميل ده. ونروح عاملين التشريبه دي التشريبه بتاعت الجلاش. ماشي. خلصنا كده التشريبه بتاعت الجلاش، بنروح ماسكين الجلاش بتاعنا نقطعه الاول. اهم حاجه تكوني مقطعه الاول، وبعد كده تروحي تسقيه بقى بالتشريبه ديت كده، وتروحي جايه سايباه بره 10 دقايق، تكوني مدخلاه على الفرن يكون سخن مسبقا، وتكوني تدخليه على درجة حرارة 160. اهو يا جماعة بنقطعه كده بالشكل القمر دوت، وبعدين نروح حاطين له التشريبة بتاعتنا كده. يبقى كده الحمد لله احنا كده خلصنا من الجلاش خالص كده يا جماعة. ونروح مدخلينه ايه، هنروح بقى نعمل له التشريبة ونروح مدخلينه ايه، مدخلينه الفرن. خلاص
اهو. بصي احلى صينيه جلاش تقدري تعمليها، بجد بجد تحفه. تعالوا نشوف البط بتاعنا كده بعد ما استوى. بصوا يعني بيقول ايه، انا من الهوا دبنا. هنعوصه كده حته زبده كده ولا حته سمنه، طبعا احنا مش هنعوصه صلصه ولا كاتشب ولا الكلام ده، عشان احنا طبعا عارفين صايمين وعايزين حاجات بقى ايه خفيفه كده. البط بتاعنا كان استوى كده يا جماعه، وطلب بقى ايه، طلب الاكيله. اهو شايفين، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دلوقتي كان المدفع ضرب، وعايزين نطلع بقى السفره بتاعتنا، فبوريكم كده. اللهم بارك. شايفين الجلاش بتاعنا مورق وجميل، تحفه 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 يا جماعه اهو. شايفين، اللهم بارك. بصوا مقرمش وطري جميل من جوه كده، وحاجه كده تحفه. شايفين السفره بتاعتنا، عملنا حبه شوربه لسان عصفور، وكان معانا البط ومعانا الجلاش. تعالوا نشوف بقى السفرة بتاعتنا بعد ما اتغرفت بره كده. اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. ايه رأيكم يا جماعة؟ لو بتحبوا لي الخير اوعوا تنسوا اللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين، ورأيكم يهمني.